يلا تعالوا نعمل مع بعض سندوتشات حواوشي في السريع كده، بس طعمها حكاية. هنجيب 3 بصلات كبار وهنحط عليهم ملح وفلفل وتوابل المشاوي دي من باب الشام، حلوة جدا جدا جدا. بحطها على اي تتبيلة للحمة او الفراخ بتبقى حلوة قوي. وبعد كده قلبتهم مع البصل، وهنجيب نص كيلو لحمة مفرومة. هندعكهم كويس جدا جدا مع البصل كأننا بنعجن بالظبط، لحد ما يوصلوا ان هم يبقوا عجينة حتة واحدة كده. ما تتعبوش يعني من العجن، اعجنوا كده بتاع 5 دقايق. بصوا لحد ما توصل للشكل ده. وبعد كده لو بتحبوا عليها خضار، انا بحب عليها خضار، هحط طماطم وهحط فلفل. طبعا تقدروا تزودوا الفلفل، فحطيتهم مع بعض. وخلوا بالكم ما تحطوش الخضار غير وانتوا خلاص هتدخلوه على الفرن، يعني هتحطوه في العيش وتدخلوه على الفرن، لان لو حطيتوا الخضار بدري هتلاقوه دبل، وكمان هتلاقوا الطماطم نزلت ميه على العيش والعيش طري قوي. انتوا حطوه في العيش وبعد كده دخلوه الفرن على طول. نجيب اي نوع عيش بقى بنحبه، عيش شامي، عيش بلدي، وهنحط فيه كمية اللحمة كمية محترمة كده، كمية حلوة. حطينا فيها اللحمة، هنخلص الكمية كلها وهجيب صاجة الفرن وهدهنها بالسمنة. ما بقى عشان انا مش حاطة فيها اي نوع دهون في اللحمة، بس حطيت شوية سمنة في الصاج، وكمان حطيت عليها العيش، وكمان حطيت على العيش نفسه من بره سمنة. هندخله بقى الفرن. انا بيقعد معايا بالظبط ربع ساعة، ما بيطولش معايا في الفرن خالص، حتى ما بحتاجش اولع عليه الشواية. انا كل شوية بس كل دقيقتين 3 بقلبهم. في الوقت بقى اللي هو في الفرن ده يلا نعمل الطحينة. هنجيب شوية طحينة خام وننزل عليها بعصرة نص ليمونة، ونص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة فلفل، وربع معلقة كمون، ومعلقة خل، ونقلبهم مع بعض. وبعد كده نبتدي ننزل بالمية تدريجي لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. عايزينها خفيفة، عايزينها تقيلة، يعني ننزل بالمية بالراحة، ما ننزلش مرة واحدة. طبعا ما ينفعش حواوشي من غير طحينة ومخلل، ما ينفعش. ادي الطحينة اهي، وادي الحواوشي. بصوا طعمه وريحته جبارة، مش هشكر فيه كتير بس هو تحفة. وزي ما قلت لكم لو مش بتحبوا الخضار ما تحطوهوش، خلوه لحمه بس. لو عايزين تحطوه موتزاريلا دخلوا حطوا قبل ما تحطوه في الفرن، يعني حطيتوا اللحمه في الساندوتش حطوا كمان فوقيها موتزاريلا ودخلوه الفرن، برضو بتبقى خطيره. ممكن تعملوا عليه سجق من فوق بس يبقى السجق مستوي وتدخلوه. بصوا انتوا تقدروا تنوعوا فيه باي طريقه. الطريقه دي طعمه حلو قوي وده شكله. جربوه، متنسوش تقولي رايكم في الكومنتات، وتعملوا لايك واشتراك للقناه لو عجبكم الفيديو، وبألف هنا عليكم.